مش هيقع علينا الجبل ده؟ هم؟ الجبل ده مش هينزل علينا؟ والله حسب الظروف يمكن. وده المعبد. كنت بتطلع انت زمان زمان بطلع الحمد لله المعبد، بروح دليل مع الناس. دلوقتي كتر خيري خلاص تعبت شوي. ربنا يديك الصحة. كله على الله. ده المحافظ ده كمان اهو زار المعبد، واخويا طلع معاه المعبد هناك بيفرجوا على كل حاجة. واخد بالك اهو كل حاجة. ده كاترين بقى، سانت كاترين، صوروه وجاب لي صور منها. عن تاريخ الكامب هنا. فين؟ أي كم؟ الكامب اللي احنا فيه ده، المخيم، آه. اتعمل سنة كام وفكرته جت ازاي؟ والله فكرته الله يرحمه ابني كان بيروح مع الأجانب وله أصحاب في مصر وله أصحاب هنا وله أصحاب كذا، وبروح بشوف فنادق، بشوف مخيمات، بشوف كل حاجة. فقال يا بابا في ناس بتيجي عندنا كتير سياحة هنا وكذا، إيه رأيك عايزين نعمل مكان هنا عشان الناس اللي جايت واللي يجي يطلع السرابيط وكذا. إيه رأيك؟ قلت والله رأيي تمام. قال طيب ممكن تتصرف في فلوس؟ قلت بتصرف في فلوس. رحت البنك، خدت قرض من البنك، ورحت جبت جماعة من سانتا كاترين عملوا شوية الحجارة دي، بنوها 5 غرف، شوية زودناهم 6، شوية زودناهم 7، والسياحة ماشية شغالة حلو الحمد لله، وكله تمام شغال. في الآخر السياحة جات ريحت، وعمل المكان ذا أي حد يجي هنا يشرفنا، محافظ، وزير، أي حد يجي مكان يقعد فيه. وإحنا أي واحد يجي هنا ذا بيشرفنا، وزير، محافظ، رئيس جمهورية، وإحنا الحمد لله في نعمة، أحسن من غيرنا خلاص. الحمد لله على كل شيء. والله في نعمة الحمد لله. دي بقى أحجار الفيروز يا جماعة. أحجار الفيروز اللي مشهورة في الجزء ده من سينا، واللي كانت بالنسبة للفراعنة تعتبر أغلى من الذهب، لأن الفراعنة استخدموها زمان في النقوش بتاعتهم، في الجدريات والزخرفة والمصوغات الذهبية، كانوا بيستخدموا دايما أحجار الفيروز.